السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ربنا يا رب يجعل أيامكم كلها سعادة، ويخلي لكم أولادكم ويحفظكم يا رب، اللهم آمين. حبيت أشارك معاكم الفيديو ده بتاع النهاردة بقى روتين الطاقة والنشاط والحركة والطاقة الإيجابية. تعالوا بقى بينا هنعمل ايه النهاردة وتشوفوا الفيديو فيه ايه. بس يلا بقى، قبل ما ابدأ الفيديو حطوا لايك للفيديو. لو انتوا مشتركتوش في قناتي او بتشوفوا قناتي لاول مره، انزلوا تحت اعملوا اشتراك للقناه، فعلوا جرس التنبيهات على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بنزله. الروتين ده بقى يا حبايبي، احنا كنا دلوقتي اللهم صل على النبي كنا بعد الظهر. شايفين بقى القرنبيطه ديت؟ القرنبيطه هو اتزهر بصوا، بسم الله ما شاء الله. القرنبيطه هو فلاحي، من قلب الارض، مش واخد اي كيماوي. وكمان بقى كنا هننزل بقى نجيب شويه برسيم كده. الاول حاجه هعملها هربط بقى رجل الحماره كده بالرجلين القدامانيين دولت بالحبل اهوت، وهحشلها شويه برسيم كده تقف الهيها يعني فيهم كده تاكلهم، عشان ما تروحش كده ولا كده كده. وربنا يستر بقى، لانها لو فكت الحبل وجريت هتروح الارض بتاع الجيران وتبهدل الدنيا وهتجيب لي مشاكل كتير، فربنا يسترها بقى، ربنا يهديها كده وتفضل واقفه لحد ما احش بيت البرسيم وحمله بقى ونطلع كده على بركه الله. بصوا بقى يا حبايبي، النهارده انا هحش برضو كمية برضو برسيم كبيرة، عشان طبعا مش لازم ان الواحد ينزل برضو كل يوم، لان برضو حش البرسيم دوت بياخد وقت وكده. فقلت بدل ما انزل بقى كل يوم، يعني ايه، يبقى يوم واحد الواحد مثلا بدل ما ينزل ساعة ينزل ساعتين، مثلا من الظهر للعصر يحشهم ويطلعهم جنب الجاموسة، يبقى الجاموسة عندها اكل ايه يومين، بدل ما كل شوية يعني ننزل الأرض. الواحد يشوف بقى لو ورايا حاجة تانية مثلا هعملها، هغسل الهدوم حاجة. لو ان النهاردة قبل ما انزل أحش يعني مثلا، الصبح بدري قمت اتوضيت وصليت الفجر، وبعد كده رحت غسلت المواعين في البحر طبعا زي ما انتوا عارفين. وبعد كده اللهم صل على النبي، طلعت بصيت على طيور وشغلت الغسالة وغسلت الهدوم، وجففتهم ونشرتهم. كل ده قبل ما انزل عشان احش، يعني أنا قبل ما انزل احش كنت انا غاسله الهدوم ونشرتها بقى على الحبل تنشف وقت ما تنشف. بصوا بقى انا هنا اهوت كنت حشيت شويه ده هما اللي انتوا شايفينهم دولت. البرسيم دوت بصراحه يعني اديتني رعوه. انا مش يعني هنسيبه كمان يجيب كمان مره، اللي هي 3 مرة كمان. لان بقى لسه طبعا مش هنزرع القلقاس لسه دلوقتي. هي في ناس كتير زرعت قلقاس، بس احنا لسه مش هنخلي الارض يعني ونزرعها قلقاس دلوقتي. لان طبعا انتوا عارفين اللهم صل على النبي، اكل البهايم بقى غالي، وطبعا البرسيم الجاموسة هتاكله، بدل ما نقعد نشتري بقى في ردة وكده. الحاجة بقت غالية، فاحنا مش عايزين نستعجل بخلي الارض من البرسيم دلوقتي، نلاقي حاجة الجاموسة تاكلها. وطبعا انتوا عارفين ان البرسيم كويس جدا للجاموسة، لانه بيزود نسبة اللبن مش زي الردة وبيت الرش والحاجات الناشفة التانية. قلت بقى تعالي بقى، فكيت الحمار اهوت بقى من رجليها وجبت الشريط اهوت عشان نعبي بقى نعبي فيها البرسيم اللي احنا حشينا ده. هجيب بقى ان شاء الله كده شوية بشوية، وابدأ احطهم بقى في الشريطة لحد ما اكملها كلها، املاها كل برسيم. بس طبعا انا لقيت كمية البرسيم كتيرة على مرة واحدة، فقلت لا، نطلع اطلع المرة ديت وبعد كده ارجع اخد كمان مرة اللي هي المرة اللي فاضلة. وكمان عشان ما تقلش على ظهر الحمارة، مش عشان يعني هي حيوان يعني ما بتتكلمش ولا بتنطق، هكمخ كل البرسيم ده عليها واخليها تشيل فوق طاقتها، لا. الواحد برضو كفاية عليها برضو تطلع بيهم على مرتين، وكويس اوي انها تشيل البرسيم وتطلعه بدل ما واحد يشيله على دماغه ويطلعه هو. فالحمد لله والله، احنا الاول كنا بنطلعه بنشيله على دماغنا ونطلعه. وكنا بصراحة بنخاف نجيب الحمارة، لانها الحمارة بتاعتنا دي مش راكزة كده انها بتقف وكده، لا. فكنا بنعمل البرسيم ده كله في الحبل ونربط الحبل كده ونشيله على دماغنا نطلعه. لو تشوفوا الفيديوهات القديمة بتاعتي هتلاقوا كده، هتلاقونا بنشيل كل البرسيم على دماغنا ونطلع بيه مثلا 3 4 مرات. السنة دي بقى قلنا لأ، ناخد الحمارة معانا ونطلع عليها البرسيم منها برضو، نكسب وقت بدل ما نرجع كذا مرة. هناخد بقى الحمارة ونطلع بالبرسيم مرة أو مرتين بدل ما نرجع 4 5 مرات. اللي لسه بقى مستمر معايا في الفيديو لغاية دلوقتي، حطوا اللايك يا حبايبي، عشان اللايك هو اللي بيرفع الفيديو.
ويلا بقى شوية نشاط كده وحركة، لو وراكي اي حاجة بقى قومي اعمليها. عايزين كده شوية انجاز النهاردة. وكمان قلت ابص بقى على القرنبيط اشوف القرنبيط عامل ايه. لقيت قرنبيطتين اتنين، يعني قرصين اتنين كده قرنبيط، قطعتهم اهوت بقى عشان ناخدهم معايا. الواحد برضو يبقى يعمله برضو مرة للعشاء ولا حاجة، جنب طبق فول ولا طبق مسقعة ولا حاجة، والدنيا تتقضى. ومحدش طبعا بينام من غير العشاء. طبعا بقيت القرنبيط التاني لسه ملفش، والكرنب اهوت برضو في كرنب لسه ملفش. الندى لما بينزل الصبح بيغرق الأرض وبيغرق الزرع، فالكرنب بيلف على الندى. يعني لو في يوم بقى بيبقى في ندى كتير نازل بيبقى كويس. بعد ما خلصت بقى كده هربط الحبل اهوت، ونسحب بقى الحمارة ونطلع بيها. بعد ما طلعناها فضيناها اهوت، هنفضيها بقى دلوقتي، هربط الحمارة ونفضي الشريطة وننزل نجيب تاني. وده بعد ما خلصنا هدخل بقى عشان اعمل العشاء بتاعي، لان كان العصر جدا والبنات جايين بقى من المدرسة بيبقوا جايين ميتين من الجوع، مع ان والله الواحد بيدوم سندوتشين. بصوا السمك ده اللي انا كنت قايله لكم عليه في الفيديو بتاع امبارح، انا غسلته اهوت ونضفته بصراحة، يعني لا عارفة طبعا السمك ده هيبقى ايه، ولا عارفة هو نوعه ايه، ولا يعني مع اول مرة اشتريه. بس ده الحاجة الوحيدة اللي لقيتها في السوق رخيصة بروتين، ومش عارفة اجيب فراخ ولا لحمة ولا حاجة. المهم يعني عملت هو التوم، وحطيت له ملح كده وكمون ورشة كزبرة وعصرت ليمون. وهبدأ بقى اتبل السمك بتاعي ده. هفتح كل قطعة كده من السمك، هي السمكة انا قسمتها نصين قطعتين، فهفتح بقى كل قطعة كده من السمك واحط فيها شوية من التتبيلة ديت. وبعد ما اخلص هعصر عليه ليمونة. طبعا انتوا عارفين ان السمك بيحب الليمون، واهم حاجة في السمك الكمون. الكمون برضو حلو جدا. قلت بقى هعمله، وهعمل جنبه شوية رز كده ببصل يكون رز اصفر. وخلاص على كده. هنا بقى شوحت البصلة معايا، ونزلت عليها بمعلقة من الكركم ومعلقة من البهارات السبعة. هنزل بقى اغسل الرز بقى بتاعي كويس، وهنزل بيه على البصلة دي. هبدأ اشوح الرز كويس جدا جدا، تشويحة حلوة كده عشان الرز يطلع مفلفل معاك. بعد كده الشوربة كانت عندي مغلية، نزلت بقى على الرز وظبطت الملح بتاعه، واغطيه اسيبه يغلي لمدة 5 دقايق، وبعدين اوطي عليه النار خالص، وكل شوية كده بقلبه. هنا بقى حطيت الزيت على النار، وهاخد السمك بتاعي هو تعفره كده بالدقيق. وبعد ما اعفره بقى بالدقيق لازم الزيت بتاعي يكون سخن. وبعدين انزل بقى بالسمك ده. ربنا بس يستر ويطلع السمك كويس، ما يطلعش طعمه كده ولا كده. المهم بقى ان انا اقول لكم ان بعد ما اتعشينا يعني واكلنا، قالوا لي ما تجيبيش السمك ده تاني. الزيت اهوت كان عندي سخن. هنزل بقى بالسمك كده لحد ما ياخد لون ذهبي من ناحيتين، وهطلعه على مناديل مطبخ. هنا بقى قطعت طماطم اهوت وقرن فلفل كده، 4 طماطمات كده وقرن فلفل عشان اعمل السلطة. وهنا بقى خرطت بصلاية هي حطيت لها ملح وفلفل وبهارات 7، ورشة سكر ورشة ملح، وكمان حطيت لها شوية من الخل وعصرة ليمونة. وهقلبها كده كويس. اما نيجي بقى نغرف نقدم الاكل على الطبلية، هبقى احط البصل على الطماطم، والسمك اهوت طلعته من الزيت، وادي الرز اهوت بسم الله ما شاء الله. وتفضلوا معانا وحطوا لايك.